أنا مصيبة كبيرة. إبراهيم وبلال ما راح يسكتون، مشتكين علي بكل مكان. ليلى، لازم نسافر بأسرع وقت. نسافر؟ وين؟ لا تشيلين هم، أنا رتبت كل شيء. ما أسافر. ليش؟ حمزة ما أعوفه. مو نقول لك راح أعوف لهم. حمزة راح يجي هنا. وهاي جوازاتنا ثلاثتنا. عوف لهم الدنيا وما بيها ونعيش مرتاحين. وعد راح أكون أحن أب بالكون عليه. نصح الله حرام من الخلفة. وحمزة هدية من رب العالمين إلي، عوضنا بيها. ليلى، إذا سافرنا راح نعيش مرتاحين. حمزة راح يصير لك وحدك. ما حد راح يقدر يوصل لك من بيت الصالح. بس إذا هنا ما راح يعوفوك بحالك، وما راح يخلوك تتهنين بيه. الأسماء اللي بالجوازات مو أسماءنا. أنا ما راح نطلع باسمائنا. ليش؟ بعدين أقول لك. يلا بابا حمزة، وخذ بدي. يلا بسرعة. اخويا مو علينا، خاف يقصدون ابو غسان. هاي ايش بيك رامي؟ شنو مو علينا؟ انا كل اللي زين اعرف من سواه، هاي المره ما راح نسكت له. اعطيني السويتش. وش وياي؟ احمد هاي مسحها على السريع. شكو قلبت الدنيا. صح مصعب بسرعه. شكو صح مصعب بسرعه دا اقول لك. وانت شنو مصعب؟ مصعب شنو؟ انت صاير رجال؟ خوزلنا انت؟ احكي ولا مصعب؟ ما حد هنا، والله ما حد هنا. وين راحوا؟ ما ادري. احكي وين راحوا ليش؟ احكي ليش؟ طلعوا، اخذ زوجته والطفل الصغير وطلعوا. اوف اوف، وين قلت لي؟ ما ادري والله، ما ادري وين وين راح؟ طلعوا، والله ما ادري وين، والله ما ادري. حضرتك مسافر انت والعائلة؟ بس هاي بعد وقت على رحلتكم، صور جايين من وقت؟ هاي الجوازات مزورة مو باسمائنا. أنا وابني مخطوفين وجابنا بالتهديد. أمن. ممكن تدعي ان شاء الله ما اي شيء، وانت بامان هسه ايش؟ تفضل سعد. تفضل. حمزة حمزة يا ابوي، يا حمزة يا ابوي، يا حمزة يا ابوي، يا حبيبي يا حبيبي، مزاو حبيبي، يا حمزة حمزة
حمزة حبيبي 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 الله. حبيبي انا ابوك، والله انا ابوك. مامي شلونك حبيبي؟ زين. يا روح امك. جاي تشوفين حمزة؟ خذي راحتك. مو بس حمزة، أريد أحكي وياك. يمكن تكون معرفتك للحقيقة غيرت شي اتجاهي، يمكن تكون بررت لي. ما أعرف إذا حتقدر تسامحني أو لا، بس إبراهيم أني تعبانة بدونك وبدون حمزة، صار لي سنين مو زينة. احنا ما نقدر نطوي كل شيء ونعيش الحمزة. أريد نعوضه. أنا مستعدة أسوي أي شيء حتى نرجع عائلة. مستعدة أسوي أي شيء حتى ترجع لي. أنت تدري إيش قد بكيت حتى يروح وجع قلبي عليك، بس متى يقبل يروح. عادني أحبك، أنت بطلت تحبني. خلاص بعد ما تقدر تتقبلني. شو أسوي حتى ترجع لحضني؟ مش قد لازم أعتذر لك؟ برأيك اللي صار ينسي باعتذار؟ أنا ما أتخيلك ويا رجال ثاني. أنت تزوجتي واعتميتي برجال، ومو أي رجال، عدوي وعدو أهلي. اعتذارك لا راح يقدم ولا يأخر شيء، ما له معنى. بس هاي مو معناها أني ما سامحتش لا حاقد عليش، لا أبد. بس مستحيل أنسى، وحتى إذا أحاول أنسى أنت راح تكوني أكثر شخص يذكرني بالوجع والظلم. أنا آسف، دا أظلمك مرة ثانية بهذا قراري، بس أنا مو ملاك، وبعد ما أقدر أتحمل أكثر من اللي شفته صراحة. واثنيناتنا نعرف الدنيا أبد مو عادلة. أنا بعد ماكو شي يربطنا بيش بس حمزة. وانت راح تبقي لأمه، ما حد يقدر يغير هذا الشيء نهائيا، وأوعدك وعد
طول عمري ما راح اسحب الحضانه من عندك لين اعرف هي الك. بس عندي طلبين صغار واعتبرين اخر طلبين. خلي حمزه يمي هاي الفتره، اما اشبع اشوف من عنده صحح اسمه اكمل اوراقه وانا بيدي راح اجيب لك اياه. والطلب الثاني وهذا يمشي بحياتي ليلى، نتعاون على تربيته، ما نخليه يحس بهاي الايام اللي مرينا بيها. خليه يعرف انه امه وابوه واحد كان يحب الله من الصدق، حتى اذا هذا الشيء راح يبقى بقلبنا. هذا الشيء الوحيد اللي اقدر اقدم لك اياه.